ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. طبعا اختي جاتلي وكنا جعانين ومش عارفين نعمل ايه ناكله، وقعدنا نفكر طب نعمل كذا، طب احنا زهقنا من كذا، وبقيت حيرانة ومش عارفة اعمل ايه. فقامت اختي قالت لي ايه؟ قالت لي مش هتحيريني وتوجعي دماغي، انا اللي هعمل لك الاكل، هعمل لك اكله كده سريعه وخفيفه ومش هتاخد معايا وقت. طبعا انا كنت سعيده وطايره من الفرحه. قولوا لي ليه بقى؟ لان طبعا انا مش هعمل حاجه، انا هقعد بقى باشا كده وهي اللي هتعمل. طبعا انا كنت مساعد الشيف وهي كانت الشيف. دخلنا بقى حضرنا الحاجه وقالت لي حضري لي كذا وكذا وكذا. المهم حضرت لها وابتدت بقى تعمل الاكله بتاعتها. جابت طاسه ونص معلقه سمنه صغيره خالص، وكنا هارسين توم، اخدنا حوالي معلقه توم، شوحتها كده يا دوبك اللون بتاع التوم اصفر، يعني ما تخليهاش بامبي، هي بس تطلع الريحه بتاعتها. وقطعنا صدق ونزلت بالصدق، قامت ايه ابتدت تشوح. عايزه اقول لكم ان انت ممكن تعملي الطريقه دي بالجمبري او بالصدق او باللحمه المفرومه او بصدور الفراخ، ايا كان انت حابه. المهم شوحت الصدق زي ما احنا شايفين كده، وابتدت تطلعوا بقى ايه من الطاسه. عايزه اقول لكم في الخطوه دي يفضل ان انتوا تصفوا الإيدام بتاع الصدق، لان هو بينزل إيدام ياما علشان هيبقى دسم قوي، خصوصا الناس اللي غلط عليها الدسم. احنا هنا ما صفيناهاش. المهم فنزلت بكوبايه من اللبن وعليها حوالي ربع كريمه لباني او ربع كريمه خفق اللي موجود عندكم. احنا اتصرفنا باللي موجود عندنا. وهتبتدي بقى كده ايه تسيبها تاخد يعني ايه غلوتين كده على النار، وهننزل بالصدق اللي هو ايه اللي احنا شوحناه مع بعض. عايزه اقول لكم احنا ما حطيناش بهارات، لان كان الصدق اصلا عليه مبهرينه بحبه فلفل اسمر، بملح، بحبه بابريكا، طبعا لو عندك جوز الطيب وكده حطي عادي زي ما انت ما بتحبي. المهم وهتسيبه بقى ايه ياخد غلوتين ويتقل شويه كده، الصوص يتقل، وهننزل بقى ايه بالبقدونس. ولو انتي مش هتاكلي دلوقتي او انتي عامله الصوص وسايباه شويه، خلي مرحله البقدونس دي في اخر وقت ساعه تقديم الاكل يعني. وهتنزل بقى ايه هنا بالمكرونه، اي نوع مكرونه انتي تحبيه اعمليه. هنا كان عندنا المتاح عندنا الاسباجيتي، فاحنا نزلنا بالاسباجيتي وهتبتدي تقلب. كل ما المكرونه بقى يعني لو عقل او اقلام او زعبلاوي هتبقى اسهل عليكي في التقليب، وهتبقى ايه هتشرب من الصوص اكتر من الاسباجيتي. وبس كده.